ورحمة الله وبركاته. معكم مسلم حمود من قناة دلتا فورس موبايل. النهاردة هنشرح لكم فيديو جديد. النهاردة هنشرح أفضل 5 نصائح للاعب في دلتا فورس موبايل وتكون محترف فيه. لو فرق معاك أي نصيحة من دول يقدرك تكتبهم معايا، أو الفيديو كامل يقدرك تكتبه في الكومنتات. اكتب لي تعليق أو في الكومنتات وقول لي كمان أنهي نصيحة فرقت معاك في النصائح اللي أنا قلتها دي كلها لتجعلك محترفا. تابع للنهاية وخلي بالك النصيحة ال5 هتفرق معاك جدا جدا في اللعب. تمام، وما تنساش اللايك والسبسكرايب نصيحة معانا هتكون ازاي تختار خريطة مناسبة. ازاي؟ تابع معايا. لو بتحب الحركة او تبوش على اللعيبة او تجيب كيلات وكلام من ده، تقدر تخش مود اسمه مود الحرب او خريطة الحرب. ولو بتحب الحركة في صمت ومتمشي وغير ضرب وتمشي وتعمل عمليات ومهمات وكلام من ده، تقدر تخش على خريطة اسمها وضع اسمه العمليات. تمام، وكده اول نصيحة خلصت. تابع معايا النصيحة التانية. نيجي على النصيحة التانية، ان هي ضبط اهم حاجة انك تضبط الحساسية وتظبط الحساسية كاسلوب لعبك. ازاي؟ تابع معايا. بص، انت دلوقتي تضبط الحساسية بحيث انك تعملها تكون مناسبة ليك في اللعب وتكون جيدة جدا في اللعب معاك، وسكوب يكون ثابت على راس الخصم او جسم الخصم ما يروحش يمين ولا شمال، وتكون ايضا مركب للسلاح اسمه ايه ده، ملحقات ليه خاصه بيه ومش عارف والكلام ده كله، بحيث ان ملحقات خاصه بالحساسيه والكلام ده، بحيث ان هي تظبط الحساسيه. تمام، فانا هوريك دلوقتي ازاي تظبط الحساسيه بتاعتك. دلوقتي انا هادي تفتح الحساسيه وتشوف لو حاجه عندك جيروسكوب، حساسيه اللمس قدام حضرتك اهي تشوفها، تحاول تظبط فيها وكلام من ده. دي اهم حاجه برضو. تمام، بعد كده لو انت تليفون موبايلك او تليفونك بيدعم اندرويد جيروسكوب، تقدر تفعل الجيروسكوب وتبدا تظبط الحساسيه فيه. ده اهم حاجات برضو. اهم حاجه في البدايه الحساسيه، تظبط الحساسيه. اهم حاجه هو ظبط الحساسيه. بقول لك ايه، اهم حاجه في الشغل ظبط الشغل. فاهم ازاي؟ فلازم تكون مظبط الدنيا. تمام، ودلوقتي يا شباب النصيحه الثالثه انك تخش على خريطه صغيره. ازاي تعمل في الخريطه الصغيره؟ اهم حاجه انك تركز في الخريطه الصغيره. ليه؟ لان الخريطه الصغيره بتبين اماكن العدو وتكشف مكانه هو فين وجاي منين، عشان انت اكيد بتكون خايف تطلع تمشي تتغدر بيك او حاجه، تلاقي الخصم طالع في وشك من غير ما تعرف. فالخريطه الصغيره اللي في قدام حضرتك ديت بتبين ان العدو فين بالظبط وجاي منين بالظبط. فاهم ازاي؟ بحيث ان لو حصل حاجه وشايف العدو بيبقى نقطه حمراء عموما، يعني لو شفت الخصم بتعرف تجيبه يعني وما تتغدرش او كلام من ده. فاهمين ازاي؟ بس وخلاص. دي النصيحه الثالثه، وديت شبه المحترفين اغلبهم بيركزوا عليها. نيجي على النصيحه الرابعه. بعد النصيحه الرابعه انك تاخد كفر. تمام، انك تمسك كفر محاط من كل ناحيه بحيث انك ما تتغدرش من اي جنب زي اللي قدامك ده كفر، يعني بحيث انك تبايك ما تتجابش يمين شمال، ما تتجابش. تمام، رغم ان هو برضو ممكن تتغدر لو في حد وراك. تمام، فانت ده بيبقى اهم حاجه في انك تاخد كفر. تمام، وتاخد كفر يكون قوي ومحاط من كل ناحيه بحيث انك لو تعمل احتياط لو اتغدرت ولا حاجه تكون عامل احتياط. والكفر اللي قدام حضرتك التاني ده بيكون افضل كفر. فاهم ازاي؟ يعني قدامك الكفر اللي قدامك ده، الحمايه اللي قدامك دي تقدر تضرب منها وتنزل، تضرب وتنزل بحيث ان عايز تاخد خطوه تضرب وتنزل بحيث ان محدش يعرف يجيبك او ينشي عليك اصلا او يعرف مكانك فين بالظبط. فاهمين؟ انت ممكن تتغدر من وراك بس انت وراك لو دي منطقتك مش هتعرف تختار حد وهتسيطر على المكان كله. فاهم؟ فهو انت تقدر تغطيها بسموك زي ما انت شايف كده، وده يعتبر افضل الاماكن. بس وخلاص. نيجي على النصيحه الخامسه، ودي اخر نصيحه معانا وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا يعني. تابعوا معايا. النصيحه الخامسه ودي اخر نصيحه معانا ان شاء الله وهتعجبكم ان شاء الله. دي نصيحه جيده جدا، نصيحه هتفيد اي شخص اذا كان محترف او مبتدئ. تمام، نصيحه جميله وممتازه يعني هتفيد ناس كتير. بتقول النصيحه بتقول انك تتدرب على كام سلاح، على 3-4 اسلحه. ازاي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انك مثلا معاك سلاح، انت قدامك حضرتك انا معايا سلاح اهو. تمام، السلاح ده تمام ممكن يكون في ناس بتعرف تستعمله وفي ناس ما بتعرفش تستعمله ويطلع منها الحساسيه مش مظبوطه فيه، مش عارف ايه كلام من ده. اصل ليه كل سلاح في لعبه دلتا فورس بيبقى ليه تردد مختلف او نظام مختلف
عن باقي الالعاب. فانت بتاخد السلاح ده تضيف عليه ملحقات وتضيف عليه سكوبات كويسه تعرف تتحكم فيها، وبتضيف عليه حاجات كتير، يعني في حاجات كتير تقدر تستعملها، وديت تتدرب عليها بقى في التدريب والكلام من ده كله، بيدي لقطه حلوه قوي في اللعب والكلام ده، بتكون جامده. لما تتدرب حاجه زي ديت وتنزل هتقدر تكسب اي معركه او اي بوش في الدنيا. كده هتقدر تكسب اي معركه او اي بوش في الدنيا. تمام، وكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا ان شاء الله. ما تنساش بس السبسكرايب او واللايك والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد. وان شاء الله اللي يعرف النصائح دي فرقت معاه يقدر يفيدنا باي حاجه. تمام، او يكتب لنا في الكومنتات يعرفنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اسلام حمود طالع من قناه دلتا اسلام ان شاء الله، وان شاء الله فيديو ولو اي نصيحه من دول فادتكم تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، او اي عايزين فيديو جزء تاني لهذه النصائح تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، وانا